السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم انا وماما اكلة جميلة جدا وهتعجبكم، وكمان بتفكرنا باكل الفلاحي الجميل، وهي اكلة الفطير المشلتت. وطبعا بيبقى حلو اوي زي ما احنا شايفين معانا كده. بصوا الفطير رقيق ازاي، وشكله جميل جدا وطعمه كمان اجمل لما تعملوه في البيت، مش هتشتروه من بره خالص. وكمان احنا هنوريها لكم بقى النهارده بالطريقه كده الفلاحي، يعني الفطير المشلتت على اصوله. وهنبتدي نقول لكم اول حاجه المقادير. الله والصلاة والسلام على رسول الله. ونقول المقادير: معانا 4 كيلو من الدقيق، ودولت هيعملوا لنا 10 فطيرات. ومعانا حلة فيها مية دافية، هنحط فيها معلقة ملح ونقلبها. وبعد كده هنبتدي نعمل الفطير دوت على مرتين، يعني هنعمل 2 كيلو دقيق وبعدين نعجن ال2 كيلو التانيين. هناخد كده ال2 كيلو دقيق الاولانيين، نبتدي ان احنا ننخلهم. وبعد ما ننخلهم هما تقريبا هياخدوا معانا 6 كوبايات ونص من المية. طبعا لو انتي حابة تجربي في كيلو دقيق تقدري تعمليه وتحطي نص مقدار المية، وكل دقيق نوعه غير التاني. فانت لما تيجي تحطي المية تحطي كوباية كوباية، وعجينة لحد لما تلاقي ان العجينة لمت معاكي. طبعا لو العجينة لزقت في ايدك او في الطبق تعرف ان كده المية كتيرة، فانت كده محتاجة بس تحطي حبة دقيق لحد لما العجينة تلم معاكي. تعجني كده فيها تاني لحد لما تلاقيها لمت معاكي. كده احنا كده بنحط بقى المية ونعجن واحدة واحدة لحد لما تلاقيها لمت خالص، مش ملزقة في ايدك ولا في الطبق. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي العجينة جهزت معانا، شايفينها ازاي حلوة معانا ولا ملزقة في ايدينا ولا في الطبق. هنبتدي بقى اللي احنا نعملها بقى 5 كورات كده على قد الصينية اللي معانا. لو انت تعملها في صينية كبيرة ممكن تعمليها على 4 كور، وتحاولي بقى اللي انت كده تخلي الكور قد بعض تكون كده متساوية. وبعد كده هنجيب الصينية اللي احنا هنساوي فيها، هنحط فيه حبة زيت، ونبتدي ناخد كورة كده من اللي احنا عملناها ونحطها في الزيت دوت، ونغطيها كده من جميع الاتجاهات بالزيت، ونغطي كل كورة كده بالزيت اللي في الصينية، يعني هم حبة زيت صغيرين مش كتير. ونحط بقى كده 5 فطيرات جنب بعض. وهنعمل كمان ال2 كيلو التانيين من الدقيق بنفس الطريقة، برضه هنحطهم في صينية تانية، وهنسيبهم 3 ساعات كده لحد لما يرتاحوا، علشان لما نيجي نفردهم يتفردوا معانا بسهولة. وهنجيب الزبدة علشان نسيحها. طبعا قالب الزبدة دوت كيلو زبدة، هناخد نصه بس، النص دوت هيعمل معانا 7 فطاير بس، فاحنا سيحنا حتة زبدة كمان علشان نكمل ال3 فطاير الباقيين. هنا بقى هنجيب صينية كده ستانلس وهندهنها بالزيت علشان نفرد عليها الفطير، علشان لو انت ما دهنتهاش الفطير هيلزق معاكي فيها. انما كده خلاص فردنا الفطيرة كده، بتتزحلق وبتتفرد معانا بكل سهولة. هنفرد بقى كده الفطيرة كلها، نفرد نشد فيها كده ونفردها خالص لحد لما نلاقيها رقيقة خالص على الصينية. نفضل نشدها كده لحد لما تبقى رقيقة خالص، وهنبتدي اللي احنا نحط عليها كلها كده زبدة. وطبعا ديت فكرة كده احنا عملناها، اللي احنا جبنا الترابيزة وحطينا عليها كرسي وعليها الصينية، لان زي احنا ما شايفين كده ان الفطير بينزل من على الصينية كده، لاننا احنا بنشده كده فبنضطر اللي هو ينزل. فانت لو عندك طبلية او الرخام اللي عندك كبيرة تقدر اللي انت كمان تعملي عليها.
لو رخامة المطبخ كبيرة. فهنا كده بنبتدي بقى بعد ما فردنا الفطيرة بنرجع اللي احنا نطبقها كده حتة حتة، بس كل حتة بنطبقها بنحط عليها زبدة، ولو الفطيرة اتقطعت منك وانت بتفرديها عادي مش هيجرى حاجة. برضو بنتنيها بنحط كده برضو من كل لما نتني بنحط حبة زبدة، لان ديت هي اللي بتعمل لنا الرقات اللي احنا بنشوفها. يعني الزبدة ديت كده على الفاصل بين كل راق وراق، هو دوت اللي بيعمل لنا الرقات اللي بتكون في الفطيرة. فزي ما شايفين كده بنقعد نتني فيها لحد لما نرجعها كرة زي ما كانت. بنعمل بقى كمية الفطير اللي معانا كلها بالطريقة دي. كده هنعمل اول 5 فطيرات وهنحطهم في الصينية بتاعتهم، وهنعمل برضو ال5 الباقيين ونرجعهم برضو في الصينية بتاعتهم تاني. زي ما شايفين كده خلاص عملنا ال10 فطاير، ونرجعهم بقى تاني في الصينية الكبيرة الستانلس دي، ونحاول ما نعملش مواعين كتير. يعني احنا كده خلاص ال3 صوالي دول اللي احنا هنستعملهم كده حطيناهم، وهنبقي بس بنسيبهم يرتاحوا بقى ساعة، وبنغطيهم برضو كويس. وبنجيب بقى اول فطيرة عملناها بنفردها كده في الصينية، هي والفطيرة اللي بعديها على طول التانية. يعني بناخدهم كده بالترتيب اول فطيرة علشان هي بتكون اكتر فطيرة ارتاحت معانا. وعندنا حتة قشطة كده بنجيبها ونبتدي اللي احنا نفردها كده على الفطيرة. وكده تبقى الفطيرة جاهزة اللي احنا ندخلها الفرن. كده تبقى خلاص بقى بنحطها كده بقى في الفرن من تحت كده في الفرن، مش على الشبكة. وبنشوفها بعد 10 دقايق طبعا على نار كده هادية. وبعد 10 دقايق كده بنفتح الفرن نبص عليها، ولو لقيناها استوت من تحت فاحنا بنقلبها على الوش التاني. وديت كده اول فطيرة طلعناها معانا، وزي ما احنا مش شايفين كده هيت شكلها حلو ازاي. وقطعناها لكم اهي، شايفين رقات ازاي وجميلة، والزبدة مخليها جميلة. وطبعا لو انت عندك زبدة بلدي الزبدة الفلاحي تقدر اللي انت تعمليها بيها برضو، او لو قالب الزبدة دوت بس متعمليش بسمنة خالص، يعني ممكن تجيبي قالب الزبدة دوت او زبدة فلاح. دي الطريقة اللي انت تقلبي بيها الفطيرة. طبعا طريقة هي سهلة بالطبق كده، وتقدر اللي انت تقلبي الفطيرة على الوش التاني علشان تستوي. طبعا هنعمل بقى كده الكمية اللي معانا كلها بالطريقة دي. زي ما احنا شايفين كده الفطير خلص وشكله حلو قد ايه وجميل ازاي، ورقات كده وطعمه كمان جميل جدا. وتقدر اللي انت بقى تقدميه معاه العسل الاسود والجبنة والقشطة. وطبعا الجبنة ديت احنا اللي عاملينها في البيت، وهننزل لكم الطريقة بتاعتها. وكمان القشطة بنحوشها في علبة كده في الفريزر، ولو ما بنعوز بنطلع منها ناكل. وكمان بنحوشها علشان نعمل منها زبدة. وكمان هنزل لكم طريقة عمل الزبدة وازاي بنسيحها وبنعملها زبدة فلاحي. وطبعا هنزل لكم طريقة كده عمل الزبدة والجبنة البيضة اللي احنا شايفينها معانا ديت. فاستنونا علشان تشوفوا معانا حاجات جديدة وجميلة، وان شاء الله تستفادوا منها. ويا رب النهاردة الفطير بتاعنا يكون عجبكم، وانتوا شايفين قد ايه وشكله جميل، وكمان هيوفر معاكم وحاجة نضيفة عاملينها في البيت، وان شاء الله تعملوها على طول ويعجبكم. وبألف هنا وشفا.